يا عمر، كنعرف بعض المرات كيكون كيتعثر على الاخوان ويهمنا انهم يطلعوا معنا، ولكن كيتعثر اشكاليه ديال السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. مساء الخير اهلا سيدي اهلا. عزيزي، هذا الرجل الطيب، لاباس عليك اخي العزيز؟ كل شيء مزيان والله لا، الحمد لله. وانت؟ الحمد لله. كيف كنتي مع خاطركم في هذا اليوم الجمعه المبارك؟ كان الحمد لله، بارك الله. الرحمه والمغفره، والله يجدد الرحمه على الابن ديالكم البار. بارك الله فيك، نتمنى ان شكرا. شاء الله باش يكون في جنات الخلد في مكان احسن من هذا المكان اللي فيه امين الصراعات واللي فيه واحد المجموعه ديال، فكنقولوا ماشي خساره في سيدي ربي. امين امين. جزاك الله بخير جنات سيدي، الخلد. شكرا. اولا كنشكرك على الغيره ديالك للمدينه، كنشكرك على المجهود اللي كتقوم به وانت في الديار الامريكيه، يعني البعد ديالك. وبالرغم من ذلك ما كيهنيكش الخاطر المدينه ديالك، دائما كنتبعوك وكنستبشروا فيك خير، وكان دائما صراحه كتعطينا الجديد. فهاد الليله هادي انا تبعتك ديك النهار كنتي درتي لانونس باش غتحط كنت كنتسناك بفارغ الصبر، لان اول مره غندوز معاك وهذا شرف ليا. لا، الشرف ليا. بعدا اولا عز الدين غير باش نوقف وندير واحد الوقفه فيها الشكر المتبادل، الحب والتقدير والاحترام. السي عز الدين يحيى، فاحنا كنتعلموا منك. لا انت من احد الناس لا انا من انا انا الاوائل. لا انا شوف، تلميذ، لا انا والله تعطيو تلميذ. لكل واحد القيمه ديالو الذي يستحق. لا نرمي احدا بالورود. انت من الناس اللي كانوا عندك تجارب كبيره وقديمه، وانت من الاوائل اللي بديتي هاد اللايفات في حب مدينه مكناس. انت من اكبر الداعمين للكوديم على المستوى الرياضي. كنهنيك على المرور ديالك في التلفازه المغربيه من خلال البرنامج ديال اللي كان يعني مرور جميل، وكانت فيه واحد الروح ديال الدعابه، وواحد الروح ديال ذاك المكانسه الاوصله، يعني بالتشجيع ديالهم. الكوديم طلع الطيم، الكالوري كيف كنسميوه. فزي عز الدين، انا اللي عندي الشرف والف شكر على التشجيع ديالك وعلى الدعم ديالك، يعني كنتي من الناس اللي كتواصلوا معايا على الخاص ودائما كتدعمني ودائما يعني. وهذا هو المضمون في ولاد الاصل في المكانسه. هضرنا على المحاربه وهضرنا، ولكن دائما كيكونوا هناك ناس اللي في المستوى وناس اللي قلبهم كبير. فانت احد هاد الناس اللي دائما كتدعم الاخر، ما كيهمكش الاسم ديالك يكون ولا ما يكونش، بقدر ما كيهمك. يعني كاين واحد نكران الذات، كيهمك المدينه، كيهمك مكناس تكون في الواجهه، وهذا شيء اعترف به. مرحبا زي عز الدين، تفضل. شكرا، وهذه شهاده اعتز منك اخي العزيز. وكما كنقول لك انا دائما فخور بالمكانسه اللي في الامثال ديالك، اللي هما دائما عندهم ذاك الحب. وبالخصوص حنا كنعرفوا ان الجاليه عندها ذاك الحب وعندها ذاك الشغف وعندها ذاك البلاد ديالها. ان كما تنقولوا ملي كتغرب عاد كتعرف بحق بلادك وكتعرف بحق المدينه ديالك. فاولا شكرا، وكنتمنى نكون انني انا والاخوه اللي شاركوا في الجماهير الرياضيه بالخصوص النادي المكناسي نكونوا في المستوى ونكونوا يعني شرفنا المدينه. واعتذر اللي خيبنا الظن ديالهم، وما نساوش باش ما تفوتنيش الفرصه باش اننا نترحموا في هذا اليوم على الاب ديال السي عادل تراب، الزميل ديالنا والصديق ديالنا اللي وافت المنيه الاب ديالو، الله يرحمه في هذا اليوم هذا، ويرحم جميع الاخوان اللي سبقونا. بدوري كنقدم التعازي ديالي للسي عادل التراب في الوفاه الوالد ديالو، اللي هو احد اعلام مدينه مكناس، من احد الاسماء اللي يعني لعبت واحد الدور متميز في مدينه مكناس، لا من خلال يعني رياضيا ولا من خلال المستوى الاجتماعي. فعزاؤنا واحد، والتعازي ديالنا لكل عائله التراب والسي عادل في الوفاه ديال الوالد ديالو. والله يرحمه في هذا يوم الجمعه المبارك، والله يرحم جميع موتى المسلمين. امين امين، وانا لله وانا اليه راجعون. وقبل باش ما غاديش باش نخلي الاخوان حتى هما ياخذوا حقهم معك في هذا يعني هذا المباشر الجميل اللي كنتمناو دائما الناس ديروا لنا صراحه، لان احنا محتاجين هذا الشيء هذا، ومحتاجين باش اننا نقربوا بعضياتنا. فاولا وقبل كل شيء مدينه مكناس انا الخصها في جمله واحده. مكناس ماضيها افضل من حاضرها. يعني اللي كيعرف مكناس في الماضي فكان كيحشم يدخل لها في واحد الوقت، نظرا للاناقه ديالها ونظرا كيفاش كانت مكناس. اليوم حنا ما كنلومو حتى واحد، ولكن ربما هاد يعني هاد السير البطيء للمدينه
كنتمنى ان المسؤولين وكنتمنى الاخوان اللي هما اليوم كيقوموا بالمسؤوليه على هذه المدينه تكتف يعني جميع الاطياف باش يعطوا حقها، لان هي مدينه اللي هي رابع مدينه عاصمه الاسماعيليه، وهي لا كاتريام فيل امبيريال اللي ربما القيمه ديالها اللي كيعرفوها الاجانب. وما ادراك ما السلطان مولاي اسماعيل. ملي كنهضروا على السلطان مولاي اسماعيل راه ما تنهضروش على لو كان انا كنت نتمنى ان حتى المخرجين ديالنا يديروا افلام، لان راه ملي كتهضر على غلادياتور على شي حاجه اخرى خصك تعرف شكون هو مولاي اسماعيل. مولاي اسماعيل واحد شي حاجه اللي هي تاريخيه، اللي واخا ربما تقدر تدخلها في الازليات، ولهذا خصنا نعطيو الحق ديالنا للمدينه. وكنتمنى ماشي غير من المسؤولين، تنتمنى حتى من المواطن، لان راه المواطن كيلعب الدور ديالو. لان في النظافه ديال المدينه الجمعيات خصنا التوعيه قبل من اننا نقبطوا كما تنقولوا هذاك الدعم اللي تنقبطوا ما عندنا ما نديروا به، لا غنقبطوا شي دعم ونديروا نصبوا في التوعيه ديال الساكنه. هذا راه مهم. نعرفوا بان المدينه تخلطات اليوم. المدينه انا ماشي ضد الاجانب اللي جايين من برا، ولكن خص تكون عندنا واحد كما تنقولوا على الاقل اسره واحده. حنا كنعرفوا الناس القدام مكناس وكنعرفوا الناس الجداد، ولكن اليوم بالامكان ديالنا باش نصنعوا من مكناس واحد المدينه اللي هي من اجمل المدن المغربيه، نظرا للموقع ديالها الجغرافي، نظرا للمناخ. ما الفرق بين مراكش السيدرس ومكناس؟ لا فرق بينهم. عندك ساحات جمع الساحات ديال الهديم، عندك المآثر التاريخيه، عندك اليوم ربما بقياده النادي المكناسي في القسم الاول على ما اظن، وبعض الحوايج اللي سمعناهم كالملعب الكبير كا يمكن ربما تقدر تحيي واحد الروح جديده لهذه المدينه حتى هي. علاش لا يكون كما كنقولوا تشعل داك الضوء ديالها في المملكه المغربيه. راه الا ما كانتش مكناس في وسط هاد الاربع مدن راه المغرب ما فيه والو. ملي كتهضر انت على العاصمه الاقتصاديه والعاصمه العلميه والرباط، عندك الرباط والدار البيضاء، وعندك فاس، وعندك مراكش، عندك مكناس. والمكناس هي المدينه الوحيده اللي كتبان لي انا اللي مقتوله. من غير مكناس ما تنشوفش. فاس راه غدا مزيان، الرباط ما شاء الله، مراكش ما غاديش نهضروا عليها، راه هذيك راه دوله بوحدها. فهمتيني سي الا سمحتي اسمح لي نقاطعك. تفضل. عطفا على الكلام اللي قلتي بكل صراحه باش نرجعوا لصلب الموضوع. التساؤل انا طرحته على الكلام اللي قال الرمضاني الصحفي السيد رضوان الرمضاني. نعم. ديال اعتذر مكناس حسيت بها ولات بحال شي مسرانه زايده. شو التعليق ديالك في اطار هذا الشيء اللي قلتي، هذا التهميش الحاصل من مركز القرار؟ انا عندي واحد الكريتيك بوزيتيف ونيجاتيف للسي الرمضاني. اولا النيجاتيف هو كان بالامكان، ومع كامل احترامي للسي الرمضاني، كان بالامكان ما يقولش المسرانه زي ان مكناس يعني ما تحطش في ذاك المقام، ولو انها ضربها واخا يضربوها بالنووي. مكناس كتبقى واحد العاصمه اللي عندها المقام ديالها. كان يقول مثلا كلمه اخرى، ولكن هو على ما اظن انه هذاك الشيء اللي قال هو راه نظرا لحنا شنو درنا لديك المدينه. حنا تكرفسنا على ديك المدينه. يمكن ربما الى اعطى هذاك الشكل لانها تستحق اكثر واكثر واكثر. اما بالنسبه انا ما نقدرش نعلم الغيب، وما نقدرش نعرف انا شنو هو النيه ديالو، واش هي حسنه ولا النيه ديال انها ستان كريتيك نيجاتيف بالنسبه للمدينه. على اي حال فهو المشكل ديالنا حنا اللي خلينا هذه المدينه بقات هكذاك. حنا اللي كنتحملوا المسؤوليه. الا جا السي رمضاني وقال هذا الكلام ربما واحدين اخرين يقولوا كثار ونتحملوا المسؤوليه، لان المدينه مما رجعت لهذا الشكل هذا، ورجعت لانها كمدينه كما كنقولوا حنا كنشوفوا دابا لبعض المدن اللي هي صغيره وراه ما تشوفهاش. مع سير الفنيدق، سير الشمال، شوف الشمال كيرجع، راه مكناس راه عيب ونعرف تبقى هذه المدينه بحال هذا الشكل هذا. فانا لا الومه، ولكن الومه على ديك الكلمه لان ربما كان يحذفها ويدير حاجه اخرى تكون شويه. كان ربما كما تحمس. وايضا ما نساوش باني راه غير على هذه المدينه، راه اي واحد يقدر يقول اي كلمه، ولكن انا لا الومه لان حنا خصنا نلوموا نفسنا. السياسي درت حنا كمكنسه، حنا اللي فرطنا في ديك المدينه. هذا هو الواقع. الناحيه ديال السياسيين اللي جاوا اللي تكلفوا بالبلاد
وما عطاوهاش الحق ديالها منذ سنين. ولكن كنتمنى اليوم انهم يستفيقوا، يعرفوا بان كاين جيل اخر، كيعرفوا بان احنا على يعني كاين كاس العالم اللي راه جاي، كاين كاس افريقيا. اليوم المغرب هو قاطره افريقيا، يسير بواحد السرعه يعني فائقه. فاليوم خصنا نواكبوا هاد السرعه اللي كنمشيو بها، وحتى يمكن لما لا ترجع الى كما قال القيمه ديالها اللي هي خصها تكون مستحقه ديالها السي إدريس. واش ما كيبانلكش السي عز الدين ان مع المجلس الجديد اللي هو يتكون من ابناء مدينه مكناس كاين واحد البادره الامل، ما كيبانلكش هناك تغيير؟ هناك نعم شوف، نعم انا كان يعني وكنشكرهم شكرا على هذا السؤال هذا. اولا الوفاه ديال الابن ديالي فاش دينا دفنا في مدينه مكناس، كنشكر الشي سي عبد الجليل الرفاعي، لان كان معايا واحد الوقيته، كان هو اللي كان والسي هلال، السي عباس المغاري استقبلنا في الاداره عنده، واستقبل الجاليه، وتكلمنا على بعض الامور، وعاونونا في بزاف ديال الحوايج، وعطاونا امبيس باش مشينا تسالينا وشفنا لي مونيمون هيستوريك ديال المدينه اللي عطات واحد الصدى كبير في هذه المدينه ديال الروميه، اللي اليوم كل الجاليه، مشاغل الجاليه، كل الناس ديال هذه المدينه هذه بدون استثناء، سواء نصارى او افارقه، فهم مستعدين لزياره مدينه مكناس. وهذا واحد الحاجه اللي عطات جميله. ف كنشوف انا بعدا شي شويه كاين واحد التحسن في المدينه. عاد جيت انا مؤخرا هناك راه كيديروا على الطريق اللي كتمشي على حساب ديال بحال غادي لابيسين مينيسيبال، كنشوف بعض الاصلاحات، كنشوف بعد كاين واحد اللمسه اللي كنتمنى انا واحد الحاجه من مكناس، اننا ما تبقاش فينا داك لو كريتيك بيناتنا، نخليو الناس يخدموا ونتحاسبوا معهم في الاخر وندعموهم. راه ما يمكنش يديروا كل شيء السي إدريس، راه من الصعب انك دير اي حاجه. راه المجلس البلدي راه ما يدير حتى حاجه بوحده، راه كاين المجلس، كاين المبادرات، كاين محمد السادس نصر الله خصو حتى هو يعطينا كما كنقولوا الدعم ديالو، خص الجاليه، خص المواطن، كل واحد خصو يبني. الناس اللي لاباس عليهم في المدينه واللي خارج المدينه، كل واحد فينا خصو يعطي الحق ديالو في ديك المدينه. وايضا المواطن خصو يوعى، لان ما يمكنش المجلس البلدي يدير لك بوره وتجي انت غدا تهرسها بالكاري ولا تبقى تهرس له الطوبيس. ولا خصنا نوعاو شويه السي إدريس، يعني هذا عمل جماعي على ما اظن، وكنتمنى التوفيق لهذه المجموعه الجديده اللي اليوم كتسير. وما كتشوف السي عز الدين على انه المواطن المكناسي خصو شويه يسيطر على ذاك الانفعالات ديالو اللي بعض المرات جميل كتاخذنا ذاك الحميه؟ كنا كنحبوا الوطن ديالنا، كنا كنحبوا المدن ديالنا، وليس عيب في ذلك، لان اللي ما يلقاوش فيه اهله وناسه الخير فما البراني ما غيلقاش فيه الخير. ولكن بعض المرات ضروري ما نسيطروا، لان ذاك الانفعالات كتخلينا نوصلوا لبعض التشحنات وبعض الكلام الزائد، وشي كيضرب في شي. يعني بغيت نخرج بواحد كيفاش غنقول، يعني واش ما كنشوفش ناقص ان كان سيديروا يد في يد لصالح الناس؟ انا فهمتك. علاش غنفهمك؟ لان ربما احنا تتفكر بواحد العقل اللي هو عقل غربي، يعني عقل متحضر. انا ربما السي إدريس انا نقدروا ما نتفاهموش في العمل، ما نتفاهموش شي حوايج في العمل، وتقدر انت تدور فيا ولا ندور فيك، ولكن غنخرجوا برا غنشربوا قهوه نكونوا خوت ونتعانقوا. هذا هو اللي كينقصنا حنا اليوم. الا هضرت فيك السي إدريس مثلا قلت لك هذاك الميكرو عندك الدور هكا، وغتقول هو تيبان عليا، لا بالعكس، انت ملي كتنصحني راه كتشوف واحد الحاجه كما قال سيدنا عمر، قال لك رحم الله من اهدى الي عيوبي. راه ملي كنتنصحني وياك على المدينه راه الصالح العام هذاك، ولكن برا نشربوا قهوه ما عندناش مشكل، انا وياك خوت. اليوم حنا كنشوفوا الكلام في المقاهي، اليوم كل واحد كيهضر، هذا يهضر هنا وهذا يهضر هنا بدون فائده. انا بالنسبه لي هذاك الكلام صراحه كلام فارغ. انا اليوم كنقول اللي عنده شي فكره يحطها مرحبا ونتناقشوا فيها، الا كانت مزيانه راه غياخذوا بها، ما كانتش مزيانه غنحطوها نضربوها ضرب عرض الحائط. وكنبقاو دائما، لان ما يمكنلكش انت تقول سيدي احسن مني ولا انا احسن منك، لان كل واحد عنده افكاره وكاملين كنتكاملوا. يمكن انت تجيب واحد النقطه وانا نقطه والاخر، وهكذا ديك السفينه كتزيد لقدام. فالفكر ديالك هو هذا اللي بغيت نوصل، هذه التوعيه هذه السيد، هذه هي اللي خصنا نوعاو ونعرفوا بان منين تنصحني او لا ننصحك راني ماشي يعني كان شي حاجه ضد فيك، او لا انا كان باغي نحطمك ولا نهرسك. بالعكس، انا كنهضر لك على العمل ديالك فقط، سيدرت على العمل.
ما كنفوتوش. خلوش الامور الشخصيه. شخصانه لا راه اللي كيدخل في الشخصانه يتعاقب عليها صراحه. راه اللي كيدخل في شي واحد في العرض ديالو ولا في شخصنته في شي حوايج ديالو، فهذاك خصو المعاقبه، خصو يتعاقب يعني من ناحيه كما كنقولوا حنا ديال السلطه. اما باش تجي تهضر لي على العمل ديالي راه بالسيف عليك، خصك تقبلني وانا ايضا خصني نسمع لك، هذا هو الواقع. اما باش نكونوا انا نهضر لك على اولا في انتخابات، لا هذا لا ما جاش معايا صافي بالك عليا، لا بالعكس، انا ما بغيتك. فين كاين المشكل؟ واخا انت صاحبي ولا خويا، انا ما عجبتينيش في العمل ديالك، فين كاين عندي المشكل معك؟ ما عجبتينيش البروجي اللي جبتي لي انا ما عجبنيش، ولكن عجبني ديال الفن واخا ما كنعرفوش. علاش؟ لان شفتونا في الصالح ديال شي حوايج اللي انا باغيهم. يعني مساله ماشي شي حاجه اللي فيها دي كومبليكاسيون. دونك خصنا نتفاهموا، راه اي واحد عنده شي مقعد، اي واحد عنده شي مسؤوليه، فانت كتخدم الصالح العام فقط، ما كتخدمش راسك انت ولا تخدم عز الدين ولا السي ادريس، كتخدم المصلحه العامه ديال المدينه. ولا وصلنا لهذا الشيء راه غادي نمشيو بعدا السي ادريس. هذا الرساله اللي خرجت، واحد النقطه مهمه من التدخل ديالك السي عز الدين، هو لا لشخصنه الامور. نعم. وكلنا خصنا نكران الذات، خصنا نبركوا على نفوسنا من اجل الصالح العام. الله يحفظك ويجزيك السي عز الدين. وراه عندي لك واحد المفاجاه قريبا ان شاء الله، غيكون واحد اللقاء ديال الاصدقاء، حلقه غنقول ناريه، حلقه متميزه مع السي عز الدين، الدكتور عز الدين اليعقوبي، رئيس النادي الرياضي المكناسي. الله اشوف قريبا ان شاء الله يكون معنا. دابا ساليتي معايا غيكون ان شاء الله، راه كاين وعد منه، وان شاء الله كنتسناو غير انه يوصل بالمركبه ديال الفريق ديالنا الكوديم لبر الامان، واللي الحمد لله راه غادي في الطريق الصحيح. الانتصار ديال على شباب المحمديه عطى واحد الجرعه ديال الامل كبيره، ومازال عندنا غير ذاك النقطه اللي ان شاء الله غنقولوا صافي قطعنا الواد، ولكن مازال ما نشفوا رجلينا، لان القادم ان شاء الله يكون احسن. ننتظر السنه الجايه ان شاء الله باش تكون هناك فريق متكامل، وتكون المدرسه وفي اطار البناء ديال الملعب الجديد. عندك شي اضافه سي عز الدين؟ اولا كنشكرك لانك عطيتيني دعوه مع احد الاشخاص اللي هما عزازين عليا، السي اليعقوبي، والسميه كنقول له انا غير السميه. مؤخرا يعني قام معنا بالواجب باش كنا غنسافروا يعني البرنامج له هو لعده اصدقاء اللي كنشكرهم هذا المنبر هذا. فكنتمنى التوفيق للسي عز الدين، لان رجل اللي خادم، رجل اللي هو الجميع كيحبوا. ربما كنتمناو السنه المقبله ان شاء الله باش النادي المكناسي يكون من الفرق القويه اللي تسيطر هي على البطوله وعلى الكاس، ولما تلعب يعني على الصعيد الافريقي. كنتمنى له التوفيق، وهذا احلى واحسن كادو اللي هديتيه ليا، وكنتمنى نكون انا معكم ان شاء الله في المستوى. وكنشكرك مره الله يحفظك ويجزيك سي عز الدين، الله يوفقك. امين. استمر في داكشي اللي كدير، راه حنا كيف كنقول لك كتعطينا واحد الجرعه ديال الامل، كنتعلموا من الناس بحالك. يعني بدات يعني بدات الروح ديال الطيبه، انا تلميذ اتعلم، بدات الروح ديال الصداقه اللي دائما كتحاول تكون صديق للجميع. كنحسوا بداكشي اللي كدير ماشي متصنع، لان ماشي كاين هناك متصنع الود، ولكن هناك الانسان اللي ودود بطبعه، بتربيته، باخلاقه. الله يوفقك، الله يكثر من كنسه بحالك. شكرا. الله يخلينا دائما نكونوا عند حسن الجميع. الله يحفظك زي عزيز. شكرا. تحياتي لكم الاسره الكريمه، ومره اخرى الله يجزي الرحمات على الابن ديالك. امين. مع السلامه. جزاك الله. شكرا. تحياتي. السلام عليكم. كيف شفتي، وكان معنا التدخل ديال السي عز الدين يحيى، احد المكناسيين المقيمين في الديار الفرنسيه، وتا هو كفاعل جمعوي، وكأحد يعني الناس الوجوه المعروفه في مدينه مكناس، واحد الفاعلين على المستوى ديال وسائل التواصل الاجتماعي، وكان من الاوائل اللي خلق هذه اللايفات وهذا المستوى الرياضي. فرجعوا نشكروا على التدخل ديالو، على الكلام ديالو، ونرجعوا قبل ما نستقبلوا ضيف اخر نقراو بعض التعليقات اللي جاو. واحد التعليق اللي لفت الانتباه ديالي واللي ضروري ما يمكنش نمر عليه مرور الكرام. السي حسن بالطالب، الصديق ديالي المكناسي، ابن حي توارقه، المتواجد في الطياره البلجيكيه، كتب واحد التعليق جميل جدا. كتب: فقط للمعرفه بان المصرانه الزايده اذا مرضت فيمرض الجسد كله،
وهي وسيلة تنقي الجسم. وكيقول أعضاء كيقول إذا فسدت فسد الجسم كله، وهذا ينطبق على مدينة مكناس. فمدينة مكناس هي جزء كبير في الوطن وجزء جميل في الوطن. فالعلاج ديال مدينة مكناس والتشافي ديالها فهو يصب يعني في البروز ديال وجه المغرب وديال الدولة المغربية، لأن مكناس ما يمكنناش نجيو نمروا عليها مرور الكرام من خلال التاريخ ديالها، من خلال النضالات ديالها. فين نتفكروا معركة واد بوفتراع، واحد المجموعة ديال النضالات. فمكناس كتبقى ديما مكناس مدينة الحبيبة والعزيزة وعلى المغاربة كاملين. هناك الأخ يوسف توتو كيقول الأخ الطيب عز الدين تلميذ الأستاذ اليمني والسي الشبيهي مدرسة سبعيون الجديدة المختار السوسي حاليا. الله يحفظك وينجيك أخي. السي بوصفيحة نبيل كيقول أخي مولاي إدريس القادم أفضل إن شاء الله، وكذلك نتمنى على الله ذلك وليس ذلك